يلا حيهم، شوفوا هالفيديو هالمرة مش متنرفز، لا والله العظيم اني مذهول. شوفوا ونرد بعدين. اذكر مره واحد جاني بالعياده وهي زوجته، وزوجته كانت متحجبه، والله ما هنا ذاك الجمال، الرجل اجمل منها ويموت فيها. اقول يا اخي لو طلقتها بتلقى ملكات جمال، يقول لا اعشقها. يا اخي انت صاحي ولا مش صاحي يا اخي؟ يعني شوي يعني. فبعضهم لما تجلس معه يعني هو انا مشكله، انا اقول لابد الرجال يخففون من الحب اللي لديهم زوجاتهم. بعض الرجال يعشق زوجته عشق جنون، وصل الى الجنون، يحلم انهم قرأ على قيس وعنتر وكم كيف كانوا طيب لهم. هم عايشين ومستمتعين بهذا الحب اللي وصلهم لمرحله الجنون، وش الاشكاليه معك يا دكتور؟ الاشكاليه معي ما في نساء يحبون زي ما يحبون الرجال، الحب عند الرجال، العشق عند الرجال. خالي تعال 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 تعال، اهدى على نفسك، خلينا نقسم كلام قسمين وانا بحاول اخف عليك والله قد ما اقدر. انت قلت مثال وقلت شو مشكلتك؟ مشكلتك ان الازواج يحبون زوجاتهم بشده. انا احيد العكس، يعني انا اللي اتذكر العكس. ما اعرف اذا في ابديت نزل او شيء من هالقبيل تغير الموضوع، ما ادري. مو مشكله، خل هاي على جنب. انت تقول مثال عن حاله صارت لك ان انت نصحت شخص يطلق زوجته لانه احلى عنها. صاحي والله صاحي انت، قسم بالله لو تتعاطى جواتي ما بتقول هالرمسه هذا. وانت استشاري اسري، يعني مصلح اسري، مصلح اسري يقول هكا. يعني المفسد الاسري شو يقول؟ يعني بالعقل، والله بالعقل. احاول ان انا اتلطف معاك بالحوار، ما اعرف في شيء في مخك في المقابله ولا شو، ما ادري. لكن ما ادري والله العظيم ما ادري. لا بنصحك ولا بقول لك شو الصح والغلط، لا انت تعديت هالمرحله. ما لا تعليق اكثر عن شيء. الراي عندكم.